اكيد كلنا امبارح شفنا مباراه الزمالك ومباراه المصري. للاسف مباراه ما تبشرش باي خير لكل جمهور نادي الزمالك. لما حضرتك بتلعب بالشكل ده وبتلعب بالاسلوب ده، انت كنادي الزمالك او انت كمدير فني لنادي الزمالك قدام نادي من المفترض ان هو تحت منك في جدول الدوري، قول لي هتعمل ايه مع بقيه الانديه؟ هتعمل ايه مع بيراميدز؟ هتعمل ايه مع الاهلي؟ هتعمل ايه مع الفرق التقيله؟ قول لي حضرتك كمشجع لنادي الزمالك، لو بقول لك دلوقتي توقع نتيجه مباراه الزمالك وبتروجيت اللي هتكون يوم الاربعاء في الدوري، انت هتكتب لي النتيجه ايه؟ بس لو انت بتلعب بنفس الشكل وبتلعب بنفس الاسلوب وبتلعب بنفس الطريقه اللي كنت بتلعب بيها امبارح قدام النادي المصري، قول لي هو ده نادي الزمالك؟ هو ده الحال؟ هو ده الوضع اللي معاك اللي هيفضل مكمل؟ ما تقوليش اصل عندنا غيابات، ما تقوليش اصل عمر جابر مش عارف ايه. بص يا باشا، عمر جابر انت اول واحد كنت بتطالب بيه كمشجع زملكاوي يمشي، كنت بتقول لمجلس الاداره لو جاله عرض بيعه. ما تقوليش بقى دونجا دونجا انت كنت اول واحد بتهاجمه. فتوح كان هيعمل ايه فتوح؟ عبد الله السعيد يا عم ده عبد الله كبر وبتاع، مش ده كان كلامنا؟ فما حدش يقول لي غيابات، ولكن هو ده الستايل اللي معاك، هي دي القماشه اللي هتكمل معاك، وده المدير الفني اللي للاسف كان بيلعب بجبن قدام النادي المصري، قدام المصري اللي هو خلاص بنسبه كبيره حسم بطاقه التاهل بتاعته ان هو اول المجموعه. مصر 7 نقاط، حضرتك 5 نقاط، كايزر تشيفز بعد فوزه على زيسكو 4 نقاط. الصراع حاليا بينك وبين كايزر تشيفز، فانت داخل في دوامه، انت داخل في نفق مظلم. ادائك امبارح قدام المصري اداء مرعب، اداء يقول لك انت كمشجع زملكاوي نادي الزمالك رايح فين؟ مين اللي مسؤول عن الوضع داخل نادي الزمالك؟ مين اللي مسؤول عن اللي حصل؟ لعيب من الركائز الاساسيه، لعيب يمكن افضل لعيب عندك هو اللي بيشد الفرقه لقدام. انت بعته عشان توكل بقيه اخواته في النادي، عشان انت مش معاك فلوس. انت كمجلس اداره او كناس ما شاء الله رجال اعمال عندكم شركات وعندكم مليارات مش قادرين توكلوا ولادكم، فانتوا بتبيعوا ابن منهم عشان توكلوا الباقي. وحضرتك اصلا مش مجهز البديل، مع ان انت عندك مدير رياض اسمه جون ادوارد، المفروض ان هو اللي ممشي الدنيا، يعني زي ما انتوا كاتبين العقد معاه، ده هو المتحكم الرسمي والاساسي في نادي الزمالك، هو ليه السلطه العليا، الكلمه الاولى، محدش بيقدر يكسر له كلمه، هو جون ادوارد. صح ولا غلط؟ فين البديل؟ هل قبل ما تبيع ناصر ماهر انت محضر البديل؟ هل البديل عند حضرتك ومن وجهة نظرك هو محمد السيد اللي انت مقعده بقاله فترة عشان انت مش راضي عنه؟ هل البديل هو احمد حمدي اللي انت دفنته عشان انت مش راضي عنه؟ ما هو احنا في نادي الزمالك الراجل رئيس نادي الزمالك الاصلي اللي هو جون ادوارد بيلعب بالمزاج، يعني هو المتحكم. تعالى كده يا حبيبي، فلان يشارك، لا فلان يقعد دكه، فلان بره السكور. اما اللي النائب بتاعه الكابتن حسين لبيب ما بيقدرش، ما بيعرفش، ما يقدرش يقول له لا، ولا يعرف يراجعه في اي قرار، ما يقدرش. دي في عقد مكتوب، عقد يقدر بيه جون ادوارد ينفخه، محدش بيقدر يتكلم. فشكل الزمالك وهو بيلعب قدام المصري، انا كراجل مشجع زملكاوي لا رعب، لا خوف. الزمالك راح فين؟ هل الزمالك هينافس على الهبوط؟ الزمالك ايه موقفه هيكون في الدوري؟
سيبك بقى من الكونفدراليه وسيبك من الكلام ده كله، لا خلينا بقى في الدوري. احنا راجعين للدوري من يوم الاربعاء، هنلعب قدام بتروجيت. هنعمل ايه قدام بتروجيت؟ انا مش متفائل. انا عندي مدير فني جبان خايف بيلعب. يعني انت كابتن نادي الزمالك، انت مدرب نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي امبارح بيلعب مفيش شراسه يا جماعه، مفيش حميه، مفيش غير يمكن الحسنه الوحيده اللي طلعنا بيها في المباراه بتاعت المصري هي محمد ابراهيم، الولد اللي بيقول مستقبله مبشر، وده اللي انا كنت بتكلم عنه. ولادنا، قلت يا جماعه انت متخيل ان محمد ابراهيم ده كان هيمشي مجانا؟ انت متخيل ان كان هيمشي مجانا؟ متخيل ان محمد حمد كان هيمشي مجانا من نادي الزمالك؟ والولد اللي اسمه يوسف الفرنسي، شويه ولاد او شويه جواهر، بلاش نقول ولاد، احنا بنقول ولاد عشان هم اصغر مننا طبعا، ولادنا واخواتنا الصغيرين، فاحنا بنقول ولاد يعني مش عيبه يعني الكلمه دي، ولكن جواهر عاوزين اللي يعرف يشتغل معاهم صح. بس هل معتمد جمال هو اللي هيعرف يشتغل مع النادي صح؟ مجلس اداره نادي الزمالك دخل الزمالك في نفق مظلم، 10 قضايا ايقاف قيد. حضرتك عليك 4 مليون دولار لازم تسدهم. مليون و300 بقى اللي هم بقى بتوع ايه؟ جوميز ومساعدينه وجروس وفرجاني ساسي، ومش عارف في النادي بتاع شيكو بانزا، والنادي بتاع خوان بزيرة، ومش عارف صلاح مصدق، والنادي بتاع صلاح مصدق. شويه الحبشكنات دي مليون و300 الف دولار. امال انت يا عم جبت منين ال 2 مليون و300 الف دولار؟ 2 مليون و300 الف دولار. امال انت يا عم جبت بقى بقيه ال 4 مليون دولار منين؟ هقول لك. ما هو انت حضرتك جاي عليك حكم من المحكمه الدوليه لصالح ابراهيم منداي، ومعاك مهله 45 يوم، مليون و700 الف دولار. يبقى كده 4 مليون دولار. بس كده لا، ده انت لسه داخل عليك بقى عمر فرج، وداخل عليك كونراد ميشيلاك، ولسه. مين السبب؟ قولوا لي مين السبب. اللي يعرف يقول لي مين السبب يكتب لي في التعليقات. اللي يعرف يقول لي الفلوس اللي دخلت نادي الزمالك راحت فين يكتب لي في التعليقات. اما لعيبه بتفسخ عقودها بتمشي من عندك بسبب ما بتاخدش مستحقاتها، وانت واخد غرامه كهرباء، وانت واخد مكافاه الكونفدراليه، واخد مكافاه السوبر الافريقي، الرعايه وفلوس الرعايه والبث، فلوس العروضات والاشتراكات، فلوس تذاكر المباريات، الكام قرض اللي انت عملتهم، فلوس 800 مليون بتوع ممدوح عباس اللي مدخلهم الزمالك، 780 مليون بتوع ارض اكتوبر اللي مطالب انك ترجعهم. قول لي الفلوس دي راحت فين لما اللعيبه اللي عندك مش بتاخد مستحقاتها، واللعيبه الثانيه فسخت عقودها ومشيت، وحضرتك عليك 10 قضايا ايقافات قيد. فده الوضع داخل نادي الزمالك، ولسه قاعدين. بعد اذن حضراتكم لو سمحتم، احنا فاضيين الكل، خلاص امشوا. ما بقاش فاضل حاجه تاني في نادي الزمالك، مفيش حاجه فاضله في نادي الزمالك تاني انكم تدمروها. امشوا. امام عاشور، بصوا يا جماعه، الحمد لله فضل من ربنا، عمري ما قلت لكم معلومه وطلعت كذب. يمكن اول واحد كان يتكلم على قصه امام عاشور وازمته مع الاهلي، او ان امام عاشور عاوز فلوس زي زيزو ومشاكل وبتاع، اتهاجمت واتشتمت. انت كذاب، انت مدلس، انت مش عارف ايه. طلع بقى بعدها الاستاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ ابو معاطي زكي، وطلع الكابتن ومداخلات بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ ومش عارف لمين. يا باشا الباب مفتوح، الباب يفوت جمل. ايه يا عم امام؟ معنى كده ان انا كان كلامي صح، واتكلمت وقلت ان ادم وطني بقى هو وكيل امام عاشور، والاهلي عنده مشكله مع ادم وطني، وادم وطني هو السبب في رحيل وسام ابو علي للدوري الامريكي. الكلام ده كله قلناه، والحمد لله بعد ما قلناه الناس طلعت اكدته بعد الهجوم الشرس اللي احنا تعرضنا له. فانا مش بقول لحضرتك معلومه الا لما بكون متاكد منها، او ان هي بنسبه
99.5% حقيقه ومتاكد منها. انا عندي معلومه، الكلام اللي بقوله ده معلوم وليس خبر، معلومه، واحفظ الحته دي عندك، اقطع الحته دي من الفيديو حطها عندك، ان ادم وطني بيجهز ضربه قاضيه للنادي الاهلي وبيجهز قنبله الموسم للنادي الاهلي بمساعده نادي بيراميدز. ازاي؟ امام عاشور ينتقل الى نادي بيراميدز، وانت كنادي الاهلي بقى بامكانياتك بفلوسك مش عارف بايه، انت كنادي الزمالك اي نادي داخل مصر هيدخل قصاد بيراميدز في عركه فيها فلوس هو الخسران، هو الخسران. عندي معلومه ان حصل جلسه ما بين ادم وطن وما بين مسؤولين نادي بيراميدز وتواصل مع امام عاشور، بس امام ما كانش قاعد في القعده. واحد هيقول لي يا عم انت عرفت منين وانت وانا عرفت منين كان في ازمه بين امام عاشور والاهلي لما هاجمتني وطلع الناس بتوعك هم اكدوا الكلام اللي قلته؟ فما تقولش عرفت منين ان امام عاشور هينتقل الى نادي بيراميدز، وبيراميدز في بهاريس كتير، في فلوس كتير. فدي معلومه انا قلتها عشان ما حدش يجي بقى ايه بعد كده يقول لك انفراد ويقول لك حصري. قول لا والله في واحد اسمه محمد عبده صاحب قناه زملكاوي حر طلع قال الخبر ده. حبايبي واخوات، طبعا بتمنى تشاركوني برايكم في التعليقات على الموضوع اللي اتكلمت فيه، وقول لي هل انت متوقع ان امام عاشور يعمل كده بالفعل ولا لا؟ وقول لي انت شايف نادي الزمالك رايح فين؟ بتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، ولو ما كنتش مشترك في القناه سعيد انك تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمه. شكرا لكم، السلام عليكم.